اجتماع نظمت جمعية المبادرة بأرباب وسائق سيارة الأجرة الصنف الثاني في سياق مبادرة تعتبر الأولى من نوعها لسائق سيارات الأجرة. نظمت حملة طبية لفائدة سكان مدينة الداخلة. الحملة الطبية نظمت بالمجان وهمت أمراض السكري والضغط الدموي والقصور الكلوي ومجموعة أخرى من الفحوصات نتعرف عليها وفقة بكار جيمي ومحمد الداس. منخرطي جمعية المبادرة لأرباب وسائقي السيارات وبعض ساكنة الداخلة المتوزنة وذوي الدخل المحدود استفادوا من هذه الحملة الطبية التي همت قياس الضغط الدموي، بعض التحاليل والفحوصات الطبية الخاصة بأمراض القصور الكلوي المرتبطة بالضغط الدموي، أمراض السكري، بالإضافة إلى تقويم البصر. هذا وعرفت هذه الحملة الطبية التي استفاد منها الجميع بالمجان إقبالا كبيرا من هذه الفئات التي استفادت من مختلف الفحوصات الطبية، وذلك في إطار عملها داخل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي يستهدف هكذا نوع من الفئات الاجتماعية المهمشة والمحدودة الدخل. نظمت جمعية المبادرة بالتعاون مع جمعية التنوير للبصريات هذه الحملة الطبية لفائدة منخرطي الجمعية وكذلك فائدة عموم الساكنة، وهذا يندرج في البرنامج السنوي للجمعية لرفع من صحة المواطن. كنديروا عملية قياس قصور الكلوي والمصابة السكري، عملية قياس الضغط الدموي، عملية قياس السكري، قياس نبضات القلب اللي كنديرو نتاهما. الفئة اللي كنجيو لها هي الفئة المعوزة. هذا عمل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تنتمنى نكونوا عند حسن ظن المواطنين. تنديروا التحاليل، بالنسبة للتحاليل ديالنا تنديروا التحاليل أول حاجة تنديروا قياس الضغط الدموي وتنعطيو النتيجة في ظرف دقيقة واحدة أو 30 ثانية. بالإضافة إلى مختلف الفحوصات الطبية التي استفاد منها مختلف هذه الفئات الاجتماعية المحدودة الدخل، حصل بعض المرضى ممن يعانون من ضعف البصري على بعض النظارات الطبية. هذا ويبقى هكذا نوع من الحملات الطبية لفائدة هذه الفئات الاجتماعية خير دليل على التكافل الاجتماعي الذي يتبعه المجتمع المغربي، بالإضافة إلى تحقيق أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والهدف إلى القضاء على جميع أشكال التهميش الاجتماعي.